السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم معانا في فيديو جديد على قناتنا قناة موكا شانل. إن شاء الله بإذن الله تعالى النهاردة جايين مع بعض نجرب مكنة الوافل بعد ما اشترينا أنواع شوكولاتات مختلفة، سواء كانت اللازيت روشيه تشوكلت بلاك تشوكلت والوايت تشوكلت من ماكس ستيلا، وكمان أبو عوف البينتس باتر أو زبدة الفول السوداني. وإن شاء الله من خلال الفيديو النهاردة هنجرب تاني مع بعض مكنة الوافل السكاني، وان شاء الله باذن الله تعالى كده نجرب كده ونشوف هيبقى الطعم حلو وجميل زي اللي بنجيبه من بره ولا لا. بس كالعاده في بدايه الفيديو بطلب منكم دايما ان انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا جهزنا العجينه سهله جدا وبسيطه خالص، مفيش فيها اي حاجه خالص، وحطينا الفيشه بتاعه الجهاز، وزي ما حضراتكم شايفين كده الموضوع مفيش ابسط منه. طبعا في لمبه خضراء ولمبه حمراء موجوده في الجهاز، بس انا من وجهه نظري ومن تجربتنا شايف ان لا يعني ما نمشيش ورا اللمبه الخضراء لما تنور يبقى كده معناه ان الحاجه استوت. لا، الافضل ان احنا كل دقيقه تقريبا كل دقيقة نفتح كده نبص بصة نشوف الوافل لو محتاجة تتقلب، لأن ساعات في جزء بيتلسع قبل التاني، فعشان بس ما تتحرقش مننا الأفضل ان احنا كل شويه نفتح نبص عليها، ما نستناش اللمبه الخضراء. ده من واقع التجربه مش اكتر. تعالوا كده نقفلها ونستنى شويه واوري لحضراتكم كده النتيجه شكلها عامل ازاي. طبعا المكنه السكاني دي كنا عملنا عليها اكتر من فيديو، ان شاء الله هسيب لحضراتكم اللينكات بتاعتهم تحت في الديسكريبشن. وبصراحه حاجه جميله جدا، يعني بقى لو في اسره مكونه من 3 او 4 افراد هينزلوا يشتروا كل واحد فيهم وافل من اي محل او من اي عربيه من الشارع هيدفعوا مبلغ وقدره. لكن لو الحاجات دي موجوده عندنا في البيت، اولا هنبقى متاكدين من صحه الحاجات المحطوط عليها، ثانيا المنتجات اللي احنا بنجيبها، يعني مثلا علب الشوكولاته اللي جبناها وكنا عرضناها في فيديو هسيبه لحضراتكم برضو اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. العلب دي ممكن تقعد وقت طويل جدا، يعني على حسب الاستخدام طبعا والاستهلاك، بس لو هنستخدمها للوافل او للحلويات هتقعد معانا وقت طويل. احنا جبنا علبة لازيت اللي هي روشيه، العلبة الكبيرة كيلو، وعلبة الوايت شوكليت الماكس ستيلا 900 جرام، وعلبة زبدة الفول السوداني من ابو عوف 330 جرام. يعني دول لو استخدمنا الكميات بتاعتهم على الوافل، اعتقد المنتجات دي ممكن تقعد معانا شوية ونعمل منها وافلز كتيرة جدا ونبسط الاطفال ونبسط العيله كلها. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده المكنه بتطلع بخار، الحاجه ما شاء الله بتستوي، المكنه قويه جدا وهي قدرتها 750 واط، وكنا عملنا فيديو انبوكسنج ليها برضو، ان شاء الله هسيب لحضراتكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. تعالوا كده نفتح مع بعض بعد شويه ونشوف التسويه عامله ازاي. بصوا كده تعالوا نشوف مع بعض. شايفين يا جماعه ما شاء الله، يعني اتحمصت وبقت 10/10، بقت ممتازه جدا. بصوا يا جماعه طبعا كل واحد بيحب على حسب التحميصه بتاعه الوافل دي. الشوكولاته لازيت اللي كنت قلت لحضراتكم عليها في بدايه الفيديو دي لازيت روشيه، على فكره من اجود انواع الشوكولاتات احسن منتجات المصريه بجد عن تجربه. المنتج ده جميل جدا. وتعالوا كده نفرد مع بعض. انا فردت واحده اهي قدامنا، ودي التحميصه اللي انا عملتها للوافل. طبعا يعني ممكن حد يشوفها ان هي لا دي اتحمصت قوي، على كل واحد فينا على حسب ما بيحب. في حد بيحبها تكون لا متحمصه نص نص تبقى طريه، في حد تاني بيحبها لا لازم تبقى مقرمشه، فكل واحد فينا على حسب ما بيحب. انت بتبقى جنب المكنه وجنب الجهاز، وحضرتك بتشوفي درجه التسويه اللي حضرتك تحبيها او تشوفيها مناسبه على حسب الاطفال ما بيحبوا. طبعا شايفين يا جماعه الشوكولاته تقيله ازاي، شوكولاته اللازيت روشيه تقيله، يعني شوكولاته ما هياش خفيفه خالص، فطبعا محتاجه الوافل يبقى سخن علشان خاطر تسيح كده عليه بسرعه جدا. بس بصراحه حاجه جميله جدا ومنتج بصراحه رائع من شركه لازيت. بصوا حضراتكم موضوع بسيط جدا، ونقدر نتحكم كمان في البودنج او الحاجات اللي احنا بنحطها على انواع الشوكولاتات. نقدر نجيب النوع اللي يعجبنا والحاجه اللي احنا نفسنا فيها او الاطفال بيحبوها، ونعمل الحاجات دي في البيت، مش محتاجين ان احنا ننزل نشتريها من الشارع. ولو هنزل الشارع عشان اجيب قطعه او قطعتين، لو احنا عدد افراد الاسره كبير هيبقى مكلفه جدا. لكن الحاجه دي لو عندنا في البيت نقدر نعمل الحاجه دي، وبجد والله العظيم بترمي كتير جدا. يعني مش عايز اقول لحضراتكم، يعني لا العبوات دي كبيره. الماكس ستيلا او الروشيه عبوات كبيره وممكن تقعد عندنا فتره كمان من الاستخدام. بصوا بقى الوايت شوكليت عامله ازاي. ننزل بقى بالوايت شوكليت كده على الوافلايه. بصوا معايا حاجه يعني جميله جدا.
مع تحميصة الوافلاية بقى تبقى طعمها ما شاء الله حلو قوي. بصوا معايا، حاجة بصراحة جميلة جدا جدا يعني. وكمان زبدة الفول السوداني من ابو عوف اللي كنا عملنا لهم انبوكسنج في فيديو تاني، وقلت لحضراتكم على المميزات بتاعتهم والاسعار بتاعتهم. هسيب لحضراتكم برضو اللينك بتاعهم في ديسكريبشن. بصوا تقليبه صغيره كده وننزل برضو عليها، اللي حابب بقى ان هو يضيف او حابب يحطها على وايت شوكليت على حسب ما احنا ما بنحب. يعني ايه، في ناس بتحب تحط زبده الفول السوداني الاول وبعد كده تحط عليها البودنج بقى الوايت شوكليت او البلاك شوكليت، على حسب الاذواق كل واحد وعلى حسب ما بيحب. بصراحه ريحتها حلوه جدا وطعمها كمان جميل جدا جدا يعني. دي كده بالنسبه لي الايه الشوكولاتات. ويا سلام بقى لو عندنا بقى ايه شوكولاتايه بقى من الشوكولاته اللي بنجيبها كده من السوبر ماركت دي، ونروح مكسرينها كده. يعني دي شوكولاته كنا كانت عندنا كسرناها كده زي ما حضراتكم شايفين، وتنزل كده على الوافل من فوق، يعني حاجه ما فيش احلى من كده. يعني بصوا كميه سعرات حراريه هايله يعني. بس الاطفال بيحبوها جدا. شايفين كده معايا الشكل النهائي شكله عامل ازاي. ودي برضو شوكولاته فرماسي كده صغيره، ممكن نرشها كده على الوش برضو تعمل منظر وتدي طعم برضو جميل جدا. تعالوا كده اوري لحضراتكم برضو وش تاني من الوشوش الخاصه بيه ماكينه الوافل. بصوا كده الوش ده بيعمل كده ايه، مافنز صغيره كده، او بيعمل زي ما نقول ايه وش كده من الوشوش. بيعمل كده شكل لطيف قوي. تعالوا برضو اوري لحضراتكم بعد التسويه شكله عامل ازاي. نقفل كده. بصوا كده معايا، بصوا الوشوش اللي طالعه معانا شكلها عامل ازاي، شكلها حلو قوي. وكمان نقدر ان احنا نعمل واحدة فيهم ونبدأ ان احنا نحط عليها مثلا شوكولاتات، ونحط واحدة تانية عليهم يبقوا اتنين فوق بعض، تبقى برضو طعمها وشكلها لذيذ جدا. الماكينة بتاعت الوافل السكاني كانت 7 وشوش، وفعلا كل وش فيهم احلى من التاني، كلها اشكال جميلة جدا. ونقدر ان احنا واحنا بنصبها نحط جواها شوكولاتة. شايفين النقط السوداء اللي موجودة قدامنا دي شوكولاتة جوه العجينة نفسها. بصراحة منتجات مصرية جميلة جدا وممتازة. نقدر ان احنا نعمل الحاجات دي كلها واحنا قاعدين في البيت للاطفال ينبسطوا بيها، وكمان للعيلة كلها كمان، مش محتاجين ان احنا نخرج ونجيب الحاجات دي من بره. بس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا دايما بنحاول نقدم لكم حاجة كويسة ومفيدة عندنا على القناة. وكالعادة في نهاية الفيديو بطلب منكم دايما ان انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال ان انتوا تعملوا لايك للفيديو، وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش تدخلوا على القناة عندنا، هتلاقوا فيديوهات كتيرة جدا جدا ان شاء الله بإذن الله تعجبكم. وان شاء الله سلسلة الفيديوهات الخاصة ب الساندوتش ميكر او ماكينة الوافل من سكاني هسيبها لكم ان شاء الله تحت في الديسكريبشن اللي حابب ان هو يشوفها. واشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.